حكاية فيلمنا بتبدأ في أسبانيا، وفي مجاعة في أوروبا كلها، وابتدت الحكومة الأسبانية تعمل خطة لترشيد استهلاك الأكل والمية. وابتدوا يجمعوا المسنين والأطفال والستات الحوامل وبيعدموهم، وده عشان يوفروا أكلهم وشربهم، وبيسيبوا بس باقي الناس لحد سن 50 سنة، لأنهم بيبقوا عبارة عن فئات منتجة. وبنروح لمايا وجوزها نيكو اللي بيحاولوا إن هما يهربوا من أسبانيا بسبب المجاعة، وكمان لأن الحكومة خدت منهم بنتهم الوحيدة أوما وقتلتها قدامهم، وما قدروش يعملوا لها حاجة. وبعد فترة حملت مية وقرروا يهربوا من أسبانيا لأيرلندا، لأنها الدولة الوحيدة اللي مش بتطبق القوانين دي هناك. ودي كانت فكرة مايا، وبيبتدوا إن هما ينفذوا خطتهم، وعايزين يستخبوا جوه حاوية شحنة هتروح المينا عشان تتشحن على سفينة لأيرلندا. وباعوا كل اللي معاهم عشان يعرفوا يخرجوا من أسبانيا، حتى الخاتم بتاع مايا. وابتدت العربية اللي شايلة الحاوية تتحرك، لكن بتقف في الطريق وبيدخلوا ناس كتير عليهم، لكن العدد كان كبير جدا، فبيضطروا ان هم ينزلوا نصهم لحاوية تانية. وكان منهم جوز مايا اللي حاول ان هو يقعد في الحاوية، لكن رفضوا ونزلوه بالعافية. وبعدها بيكلم مايا في الموبايل وبيحاول يطمنها، وبتشوف مايا في الطريق إعدام الأطفال والحوامل في كل مكان. وبعدها بتوصل العربية للمينا وبتقف للتفتيش، وبيدخل الحاوية قائد الشرطة واللي شك إن في ناس جوه الحاوية، وطلع واحد من رجالته لآخر الحاوية، ونزل هو واقف عند أول العربية، وطلب منه إن هو يضرب رصاص من جوه الحاوية. وعرف إن لسه في مكان في الحاوية مستخبي، وطلع تاني وطلب من كل الناس اللي مستخبية انها تخرج ومحدش هيأذيهم، ووعدهم بكده وقال لهم لازم يثقوا فيه. ومايا كانت طلعت على صندوق خشب جوه الحاوية واستخبت فوقيه. وفي بنت تانية فتحت الحاجز اللي كان موجود وشافها الضابط وابتدى يبتسم لها، وبعدها قتلها وأمر رجالته إن هم يقتلوا كل الناس، وابتدوا فعلا إن هم يقتلوهم كلهم. وبعد كده بياخدوا الجثث وباقي الشنط بتاعتهم من الحاوية. وبعد كده بنشوف إن الحاوية تم شحنها على السفينة، وفيها مية لوحدها، واللي بتبعت رسالة لجوزها على الواتساب وبتحاول تنبهه باللي بيحصل في التفتيش. وبعد ما اتأكدت إن الحاوية بقت في السفينة، بتحاول توصل لجوزها مرة تانية، وبتبعت له رسالة عشان تطمنه، وبتطلب منه إن هو يجيلها بأقصى سرعة عشان يسافروا مع بعض، أو يكلمها أول ما يسمع الرسالة. وبعدها بتبدأ مايا في تفتيش باقي الشنط اللي موجودة في الحاوية، لأن الشرطة ما خدتش كل الشنط. وبتبتدي هنا إنها تلاقي كشاف وشنيور ببطارية وولاعة وبواقي أكل ومية. وبعدها بتبدأ السفينة في الإبحار، لكنها بتواجه عاصفة قوية في المحيط، وبتكون الحاوية اللي موجودة فيها مية مش متثبتة كويس على السفينة، ومن شدة العاصفة بتقع الحاوية في البحر. وحاويات تانية كمان كان فيها ناس برضو، وبتفضل تصرخ مية عشان حد ينقذها، وبتتخبط وبيغمى عليها، وبتفوق بعدها بتلاقي نفسها جوه الحاوية في عرض البحر، وبتبص على الحاويات التانية من الأخرام اللي موجودة في الحاوية بتاعتها. وبعدها مايا بتقرر انها تدور في الصناديق اللي موجودة جوه الحاوية، وبتلاقي شاشات وكمان سماعات موبايل وجواكت ولزق وازايز كحول، وبتلبس جاكيت منهم وبتحاول باللزق انها تسد الاخرام اللي موجودة في الحاوية عشان المية ما تدخلش فيها وتملاها وتغرق. وبعد كده ابتدت مايا انها تسمع اصوات صريخ موجود من الحاويات اللي موجودة جنبها، وابتدت تشوف ان الحاوية 107 واللي كان فيها نيكو جوزها بتغرق قدام عينيها. بتحاول تكلمه عن طريق الموبايل بتاعها، لقت موبايله مقفول، وبعدها بتلاقي قصافة فيها سكينة. وفضلت تعيط وهي سامعة صوته في الريكوردات اللي كانت موجودة على الواتس ما بينهم، وقررت تنتحر، لكنها فوقت نفسها في الآخر عشان خاطر اللي في بطنها. وبعدها بتحاول تخرج المية من الحاوية عن طريق خرطوم، لكن المية كانت جوه الحاوية كتيرة جدا. وبتحاول باللزق تعمل علامات عشان تقيس منسوب المية كل يوم وتعرف هو بيعلى ولا لأ. وكمان علقت صورها اللي موجودة مع نيكو على حبل جوه الحاوية عشان ينشافوا، لأن دي بقت ذكرياتها الوحيدة معاه. وفجأة بيجيلها تليفون غريب من رقم واحد ما تعرفوش، وبترد بيطلع نيكو، وبيقول لها ان هو لسه عايش وبطاريته بس خلصت، وبيقول لها ان هو ما سافرش ولسه في المينا لانهم اتضحك عليهم. لكن مايا بتقوله ان الحاوية اللي هي فيها وقعت من السفينة في المحيط، وبيحاول ان هو يشجعها عشانها وعشان اللي في بطنها. بعد كده الاتصال بيتقطع ما بينهم، وبالليل بتحصل عاصفة تانية وبيحصل امطار شديدة بتدخل جوه الحاوية مية كتير بسبب الاخرام اللي فيها، وبيحصل طلق الولادة المية، وبتولد طفلتها بعد معاناة شديدة، لكن بعدها بيبقى عندها امل في الحياة عشانها. وتالت يوم بتحاول انها ترضع بنتها، وبتحاول تاكل اي حاجة موجودة، وبعد الرضاعة بتحاول تعمل سقف في الحاوية عن طريق الشنيور عشان تخرج منها قبل ما تغرق، وكمان تحاول تعرف هي فين والشمس تتعرض لبنتها.
وحاولت تعمل إخرام كتير عشان تشيل القطعة دي من السقف. وفي الليل بيعدي حيتان عملاقة جنب الحاوية بتعمل أصوات مخيفة بتخلي بنتها تعيط، ومية بتحضنها. بنوصل لخامس يوم ومية بتكمل عمل في الفتحة وبينزل أمطار تانية عليها، لكن مية المرة دي كانت محضرة كل الأزايز والعلب اللي معاها عشان تجمع المية. وبعدها لقت بطارية الشنيور فضيت، فبتضطر إنها تكمل عمل في الفتحة عن طريق سكينة موجودة معاها. وبعد معاناة قدرت إنها تفتح الفتحة في السقف، وبتطلع على سطح الحاوية هي وبنتها، وبتحاول تصطاد أي سمك من البحر عن طريق حديدة موجودة معاها، لكنها طبعا مش بتعرف. وبتلاحظ طيارة موجودة في السما فوقيها والأمل بيرجع لها. بتنزل بسرعة للحاوية عشان تجيب إزاز تعكس بيه الضوء للطيارة عشان يشوفوها. وهي طالعة اتعورت في رجليها وقعدت تعكس ضوء الشمس، لكن محدش شافها. وبعدها بتنزل للحاوية مرة تانية عشان تطهر الجرح بأزايز الكحول اللي موجودة، وكمان تخيطوا عن طريق إبرة وسلك لقيتهم في الحاوية. وتاني يوم عملت شبكة عشان تصطاد السمك، نجحت واصطادت واحدة وقعدت تعمل كده كل يوم، وبقت بتحطهم في علب جوه الحاوية في مية من البحر، وبقت بتاكل السمك ني عشان تعرف ترضع بنتها. وكانت بتحاول تخرج المية من الحاوية كل يوم، واللي كانت يوم عن يوم بتزيد. وبعد كده بنوصل لليوم ال12 وكانت بتفرج بنتها على صورها مع أبوها نيكو، وإنها كانت مدرسة وكان عندهم سوبر ماركت وقفلوه بسبب نقص البضايع. وبعد كده جت صورة أوما بنتها واللي ماتت بسبب إنها طلعت تلعب برا البيت والشرطة شافتها وقتلوها. وبعد كده وريتها صورة جدتها نوى وقررت تسميها على اسمها وإنه على اسم النبي نوح، وحكت لها حكايته اللي ربنا نجاه بعد ما كان على سفينة في عرض البحر وكان معاه حيوانات من كل نوع. وبعدها بيجي الليل والجو كان برد جدا عليهم، وبتحاول انها تدفي نوى وبتفضي ازازة كحول في ترمس موجود جنبها وبتولع فيه وبتنام جنب بنتها. وبعدها بتصحى على صوت موبايلها وهو بيرن، وبتحاول ترد عليه لكن التاتش كان مكسور، وقدرت انها ترد بصعوبة. وبيطلع نيكو وبيقول لها ان هو اتضرب عليه نار وبيموت، وبيطلب يسمع صوت بنته في النهاية. وبعدها الاتصال بيتقطع وبتفضل مية تعيط لانها حاسة بندم انه مات بسببها عشان فكرة الهروب كانت فكرتها. وبعدها بنوصل لليوم ال25 ومايا كتبت كل اللي حصل معاها وعلقته جوه الحاوية عشان لو حد لقاها يعرف قصتها. وبتقرر انها تعمل عوامل بنتها من العلب البلاستيك والخشب اللي موجود جوه الحاوية، وشافت طيور النورس موجودة جنبها. وطبعا فرحت جدا لانها عرفت انها كده قريبين من الشط، لان الطيور دي مش بتبقى موجودة غير على الشواطئ. وسابت مايا ونزلت جوه الحاوية عشان تجيب اخر علبة فيها اكل، لكن الحاوية كانت خلاص بتغرق. رجليها شبكت في الأحبال اللي موجودة وحاولت تكتم نفسها وتقطع الأحبال، وطلعت من الحاوية بالعافية على سطح المية. ما لقيتش بنتها اللي اتحركت بسبب الموج في البحر، وكان في حوت معدي جنب نوى وعمل صوت مخيف وطلع مية عليها. طبعا عيطت بصوت عالي وقدرت مية انها تحدد مكانها وعامت لحد ما وصلت ليها. وبعدها ربطت العوامة بتاعتها بحبل في ايديها وطلع عليهم النهار، وطيور النورس كانت بتطير حواليهم. وكانت مية خلاص فقدت الأمل ومش قادرة تستحمل التعب وسابت نفسها في المية. وفي نفس اللحظة كان في مركب معدي جنبهم قريب، شافت البنت اللي عليه الطيور حوالين حاجة غريبة في المية، وقالت لأبوها اللي بيروح بالمركب بأقصى سرعة ناحية العوامة، وبيطلعوها من المية ولقوا فيها طفل. وعرفت البنت إنها لسه عايشة، فقالت لأبوها أكيد إن كان في حد معاها، ولقت حبل مربوط بالعوامة. فضلت تشد فيه لحد ما طلعت مية من المية، وفضلت تعمل لها انعاش وتنفس طبيعي عشان تفوق، لكن المية كانت ملت جسمها. وبصت البنت للطفلة وصعبت عليها، وفضلت تعمل انعاش مرة تانية المية لحد ما قدرت انها تفوقها في الاخر. وبعد كده بتاخد مية بنتها في حضنها وبتفضل تعيط بعد ما شافت المركب رايحة ناحية الشط، لكن المرة دي كانت دموع الفرح لانها قدرت تعيش ببنتها. ودي تبقى نهاية حكايتنا. ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات اي افلام عايزين تشوفوها الفترة الجاية. وسلام.